في حد القذف؟ من؟ في كلام محمد هذا لكن المجالس السرية لا لا ايوه ما في حد القذف لكن المجالس السرية منافية للمنهج السلفي. يا شيخ انا قلت شيخنا في مجالس شورى بين المشايخ، واقصد وعندي هنا الان الدليل خلوه يقرؤون كله، ما دام سمحتوا لي بالجواب. اقصد فيها الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي، وقد حصل وسوى هنا واباهل على ذلك. وعندي الآن رسالة خليكم تقرؤونها بينه، أن المقصود بها الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري، وهذا قد حصل وثابت. والشيخ عبد الله البخاري إذا ما حضر الشيخ عبيد نيابة عنه وحضر وأذن الشيخ ربيع للشيخ محمد بن هادي بالإفتاء في قضية ليبيا، وأفتى هنا ثم في قضية سوريا. رجل سوري اتصل وقال أريد أن أدخل مع الجماعات، التنظيم محاط بمنطقتنا، هل أدخل مع الجماعات هذه حتى أهرب؟ قالوا اتصل عليه وتأكد قبل الفتوى، هل يأذنون في الخروج؟ قال يأذنون لي في الخروج ثم يقتلونني. فلم يأذنوا بالدخول مع الجماعات الإرهابية. ثم المسألة الثالثة التي وقعت في نفس المجلس قضية الإرجاء التي وعد الشيخ محمد بن هادي أن يتراجع عنها في المجلس، وإلى اليوم لم يتراجع. اصبر أعطيني فرصة يا أخي، أصبر عليه. هذه والذي اصبر خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، اصبر عليه، اصبر عليه. نقاش علمي، اسمعوا والله الذي لا اله غيره الجميع. أباهل الشيخ محمد بن هادي يبلغوه على هذا بين الركن والمقام في اي ساعة من ليل او نهار، انني انا هذا اقصده المجالس حق المشايخ، مو فلان وفلان، ما عندنا احنا فتاوى. اقصد ان القصص خليني اكمل كلامي وانا اعطيك الجواب. مجال الشورى اما التشاور الله يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. العلماء من اولي الامر، العلماء من اولي الامر. وراجع تفسير الايه، العلماء من الامر. شوف هذه الرساله، شوف له ان يتكلم، الحاكم لو اخطا له ان ينتقده، العالم له الحق أن ينتقد الباطل مهما كان مصدره، حاكم ولا محسوب. بارك الله فيك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء من أولي الأمر، ولهم أن يحكموا ولهم أن يقولوا. بارك الله فيك. ولم يحكموا على الحكام، لهم يحكموا على الحكام إذا أخطأوا. بارك الله فيكم. شيخنا سؤال الله يحفظك. شوف هذا رسالة سؤال في نفس الموضوع. شيخنا لا مش السؤال الشيخ لي هذا هو. اسمعوا الآن هذه في المجلس هنا وأباهله بين الركن والمقام إن هذه القضية حقت ليبيا وسوريا وحقت الإرجاء الذي وعد بالتراجع ولم يتراجع. أي إرجاء؟ إرجاء مسألة صوتين في يوتيوب ما بها. قلنا قال الذي يقول أعمال كمال أو كذا هذا إرجاء، ووعد الشيخ بالتراجع ولم يتراجع إلى اليوم، وأنا أباهل على ذلك. شوف كيف يتراجع والشيخ لا الآن اسمع، هذه لا نتشعب فيها. أنا الآن أتكلم في مجلس الشورى. خفض صوتك الشيخ مريض. خلاص نتكلم في مجلس الشورى الآن أنهم جلسوا هنا، والشيخ ربيع والشيخ عبد الله البخاري صارت عن نفسه ونيابة عن الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي، والشيخ ربيع أذن للشيخ محمد بن هادي بالكلام وتكلم، وهو أول من أفتى في قضية ليبيا. وإذا لم يجتمعوا، فهمت علي؟ انظروا هذه الرسالة حتى برا تشاور عشان تعرفوا. شوف هذه رسالة الشيخ محمد بن هادي مني أنا. انظروا بس اقرأوا هذه وأنا أخرج أسكت. شوف شيخنا الله يحفظك، الشيخ ربيع يريد أن ينشر، شوف التاريخ، انظروا في التاريخ احفظوه. أيوه شوفوه. أيوه شيخنا الله يحفظك، الشيخ ربيع يريد أن ينشر نصيحة تتعلق بليبيا، فأشرت عليه أن يستشير المشايخ فوافق، واتفقت معه أن أقرأها عليك بالهاتف وشكرا لك. قال لي خلاص بالتلفون، بعدين تكلمنا بالتلفون، شوف حتى في وقت بين الرسائل أرسل لي بدون المقدمة. شوف فأرسلت له بدون المقدمة، الحمد لله هذه حذفتها وبدأت بهذه. شوفها، هذا كلام الشيخ ربيع الذي انتشر شاور فيه الشيخ محمد. نشر الشيخ محمد، وأنا في السيارة وقفت على جنب وكلمت الشيخ عبد الله البخاري وذهبت إلى الشيخ عبيد. هذه جلسة الشورى بين العلماء، أنا مجرد منسق. شوف كلام، خلينا ننتهي. شوف الكلام، ابحثوا عنه في النت، كلام الشيخ ربيع في قضية ليبيا، وعلى السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين إلى آخره. هذه مجالس الشورى مشارع العلماء، أنا مجرد منسق، وهؤلاء بتروا، وأنا ذكرت أسماء المشايخ لكنهم فجروا وبتروا. حتى تعطينا الغير مطلوب. لكن يا شيخ هو يقول أن هذه مجالس الشورى توجد فيها أنت والشيخ محمد والشيخ عبيد والشيخ عبد الله البخاري، فلماذا في نفس الصوتية يقول لهم تأتون عندنا وأعطوا للشيخ ربيع على الخفيف؟
إذا كنت أنت تعطى على الخفيف وأنت أكبر عالم اليوم تعطى أنت على الخفيف يعني الخفيف يا شيخ. هو يقول أن هذه المجالس مجالس الشورى فيها الشيخ العلامة الوالد ربيع حفظك الله والإخوة كلهم يحبونك، وفيها الشيخ محمد بن هادي، وفيها الشيخ عبيد الجابري، لكن هذا الشيخ عبد الله البخاري لكن أتم عليك أمرهم شورى كلام يا شيخ. أمرهم شورى يا شيخ دعني أكمل الكلام. رد الآية بعدها يقول رد الآية رد الآية. أنا أتكلم عنك أنت يا شيخ، لكن هو في نفس الصوتية يقول اسمع الآية. فهمت الآية؟ فهمت الآية. الشورى جالس. أنا أوضح الشيخ وضح أنت الله الذي في نفس الذي شرط أنت بتقول من نشر أنا لا مبدور أنت كما قرأت الرسالة هذا غير مبتور، كما قرأ الرسالة يجيب أن الشريط الغير مبتور. لا موجود يا شيخ. إذا كنتم أنتم في مجلس الشورى لماذا تعطى أنت؟ في مجلس الشورى كيف؟ هذه مجالس الشورى يقول فيها الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري، وبعد ذلك في نفس الصوتية. إذا كنتم أنتم في مجلس الشورى فلماذا يقول بعدها في نفس الصوتية اعطوا للشيخ ربيع على الخفيف وبعدين تأتون لنا عندي ملفات لليبيا، ملفات لسوريا، ملفات لكذا، عنده ملفات وكأنه يعني رجل مخابرات. ماذا نحكم عليه؟ لماذا نحكم عليه؟ أنا لا أريد ماذا نحكم عليه، أنت الذي تحكم عليه، أنا ماني عالم زيك. لا نحكم. لا أنا ما أحكم. كأنك أكبر عالم. لا أنا أسأل. طب خلاص ممكن يجاوب. اسمحوا لي ممكن يجاوب. لا تسمع جواب الحكم الشيخ. ما تكلم يا واحد سلمت. اسمع لا في اشياء انا عارف في نفس الصوتيه التي نشروها. بالله اتقوا الله في انفسكم. مسألة خذ فيها حكم وتضيع الوقت فيها. اتقوا الله في انفسكم. خذوا حكم الله عز وجل وانتم راضين بحكم الله عز وجل. بنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجادلوا فيه فعل السلفية. اتقوا الله في انفسكم. شيخنا الله شيخنا والله الإخوة كلهم يحبونك في الله وجاءوا زائرين محبون لك بالله. لا والله نحبون الحق ما فيش جدال. إذا انتهى كل شيء. لا نجادل إن شاء الله. ولا هذا باطل. ولا هذا فقط سؤال دعاوى إن لم تقيموا عليه. شيخنا سؤال لو سمحت شيخنا الله يحفظك. تفضل. تشوفها مناسبة أو كذا أو قريبة. نعم. وأنا أختصر عليك. الآن أنت جيت هنا. نعم. هذه أنت هدفك. نعم. الطريقة أنا أعطيك الطريقة المناسبة. نعم. التي تحققون فيها هذا الهدف بإذن الله. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. لك 1 2 3 اختصر الطريق لا تسوي طريقة ثانية. خذ الطريقة هذه امشي عليها. نعم. أحمد الله وأشكره فضل الله عز وجل مشايخنا وهذه المجالس بالأمانة هذه. نعم. مجالس بالأمانة. أحمد الله وأشكره سعينا في أمور صارت في مجالس اسمها مجالس شورى. مجالس شورى. مو أخذها فتوى من فلان ومن علان. فهمت علي؟ حتى بعض الأشياء ممكن واحد يفتي فيها لكن لخطورتها أصبحوا ماذا يفعلون؟ يجتمعون لها. نعم. وأنا أرتب لهذا المجلس أبشرك. وأجيب لكل واحد ملف وعندهم معلوماتهم سابقة وملف من عدة سعينا في الأمور صارت في مجالس اسمها مجالس شورى. مجالس شورى. اكتبوها كذا أضعها أنا في ملف ينظرون فيها ويخرجون فتوى واحدة تصل إليكم. في قضايا كذا حصلت وفي قضايا في سوريا واجتمعوا لها ما عاد يعرف الشيء هذا. المجالس بالأمانة لخص وأنا أحطها. في قضايا في ليبيا قد حصلت وما حد يعرف ما حد يدري شيء عنها وراحت الفتاوى شفويا بدون أي كتاب. راحت الفتاوى شفويا بدون أي كتاب. راحت الفتاوى شفويا بدون أي كتاب. في قضايا تواصلوا معنا قضايا في قتال وما قتال ومشيت أحسن لكم. هذا أنا رأيي. إيش رأيكم فيها؟
الآن مسؤولين من الدولة عندنا كبار اتصلوا، الآن مسؤولين من الدولة عندنا كبار اتصلوا، الآن مسؤولين من الدولة عندنا كبار اتصلوا. تواصلوا معي، هل هذا صحيح؟ في إشكالية علي وعلى الشيخ ربيع، في إشكالية علي وعلى الشيخ ربيع. خلاص مثلا لو حذف المقال بس بدون بأي تعليق منه، لا حتى أكون صادق، إذا ما علق أي شيء أنا سأنشر أنه لم أعلم بنشر أي شيء، هداهم الله كذا كذا، يصير في كلام، لكن خليه هو منه أفضل، أحسن مني أنا، أحسن، خليني أنا برا. أنا كأني تكلمت، أنا كأني أطعن فيه، وأنا هذا الأمر ما أريده. ونتفق اتفاق على أمر صيغة ما تكون فيها طعنة في أخونا فرج. نتفق اتفاق. تمام كويس. انت حتوصلني الحل ان شاء الله، ربي يعيني ان شاء الله، حتوصلني الحل معك. ماشي يا شيخ، خلاص نجلس معاهم ان شاء الله. وقد تكلمت في الدرس السابق عن ما ذاع بين طلاب العلم، وصار الخلاف الآن على أشده في مسألة المجالس السرية ومجالس الشورى التي انتشر فيها صوتية لفلان من الناس وأذيعت بين الناس، حتى صار الآن في المواقع بين المنتسبين للمنهج السلفي خلاف في أصل من أصول السنة لا نزاع فيه عند السلف، أن العلماء فلان وفلان وفلان يجتمعون يتشاورون في مسائل القتال، سوريا، ليبيا، اليمن، وذكرت هذه البلاد بالنص، وتأتي الملفات ويجتمع العلماء يتشاورون في مجلس الشورى في مسائل القتال في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، ويرسلون الفتاوى دون كتابة، يرسلونها شفوية. فذكرت هذا في كلامي قبل النزول إلى مصر في صوتية المبثوثة في المجالس السرية البدعية الخارجية، ولما رجعت أكدت ذلك، بل وضعته في حالة هاتفي، وضعت هذا العنوان في حالة هاتفي لأني أرى هذا من الدين. وكان الأمر لا يتعدى إلا أن يكون انتصب بعض طلبة العلم جهلا منهم وغفلة في نصرة هذا القول الباطل الذي هو قول الخوارج، ثم انتشرت صوتية لبعض كبار علمائنا وأشياخنا الذين استفدنا من علمه، وله المنة بعد الله علينا وعلى كثير من أهل السنة في زماننا. وإذا بهذا العالم الوالد الفاضل يقول أهل العلم لا يتشاورون، ويؤيد ما جاء في مسألة اجتماع بعض العلماء للتشاور في مسائل القتال، ولا يستنكرها، وإنما يستنكر أن تسمى مجالس سرية. يقول وهذا من الشورى مما أمر الله به أن يتشاور أهل العلم، وأهل العلم من ولاة الأمر. هذا التقرير تقرير الخوارج، هذا الذي كنا نعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب،
الآن يقوله عالم من كبار علماء السنة، والد لنا غفر الله لنا وله، وانتشرت هذه الصوتية بصوت ذلك العالم. ودين الله لا يتغير بزلات العلماء، ولو كان ديننا يتغير بزلات العلماء لما بقي لنا دين. لذلك إن كان كلامي الذي سبق ليس متجها لعالم بعينه، فكلام الليلة لذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة، وهي أصل من أصول ديننا. ولذلك الإمام ابن عثيمين